هكذا أصبحت الصحراء الجزائرية بعد عاصفة الثلج الأخيرة عاصفة ثلجية تضرب البلاد لتحول صحراءها إلى مروج ثلجية في مشهد فريد من نوعه. بعدما توقع الجميع عام جفاف عسير على البلاد، جاءت مشيئة الله تعالى لتخالف كل التوقعات وتكسو الكثير من المناطق بالثلوج والأمطار، بل وأصبحنا نرى الجمال تمشي فوق الثلوج وواحات من النخيل بيضاء بالكامل في مشهد فريد من نوعه. وقد سجلت درجات حرارة وصلت إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر، وذلك في بعض المناطق من شمال البلاد، وكذلك تسجيل ارتفاع كبير لمستوى المياه داخل السدود. والسؤال: ألم يحن الوقت لنحمد الله على نعمته؟ ومتى ندرك بأننا ابتعدنا كثيرا عن عبادة الله؟